كل المديرين بتاخد قرارات، لكن قليل قوي اللي بيفكر كقائد. القائد مش أسرع واحد بياخد القرار، القائد الحقيقي هو أهدى واحد بياخد القرار الصح. وعلشان تكون قائد فعلا لشركتك في 3 مبادئ لازم تلتزم بيهم. المبدأ الأول الهدوء قبل القرار. أي موقف صعب بيمر ب3 مراحل: الخوف، الضغط، القرار. أي حد ممكن يبني قراره على الخوف، لكن القائد الحقيقي بيبني القرار بتاعه على الهدوء. علشان كده لما يعدي عليك موقف صعب اهدى، لأنك لما بتهدى بتشوف الصورة كاملة، وده بيسمح لك إنك تاخد القرار الصح. المبدأ الثاني القرار مبني على نقط مش على مشاعر لحظية. القائد الحقيقي بيجمع حقائق مش انطباعات. بيسأل ايه اللي حصل؟ طب ليه حصل؟ بيشوف ايه اللي يتقاس، بيحاول يشوف الصورة واضحة. القرارات الكبيرة ما بتتبنيش على إحساس. الإحساس مهم لكنه مش كفاية. المبدأ الثالث القرار لازم يكون مفهوم قبل ما يكون صح. القرار اللي فريقك مش فاهمه عمرهم ما هيقدروا ينفذوه صح. عشان كده القائد الحقيقي بيشرح الفكرة، بيشرح السبب، بيشرح الهدف، علشان يحول القرار من كونه قرار إلى التزام. في النهاية لو أنت صاحب شركة فمستقبل شركتك مش محتاج زعيم. مستقبل شركتك الحقيقي محتاج قائد يفكر بهدوء ويقرر بثبات. وهو ده الأساس الحقيقي للإدارة القوية وللتسويق الذكي وللنمو الحقيقي. خليك فاكر، التسويق مش مجرد كلام،